الأغنية الأخيرة لديدين كلاش حملت عنوان أصمودوس. من هو أصمودوس؟ هو الشيطان رقم 3 في الترتيب الشياطين السبع، وهم الشيطان الأول عليه لعنة الله هو إبليس لوسيفر، وخاص بالكبرياء والتكبر. الشيطان الثاني وهو مامون، خاص بالطمع. الشيطان الثالث وهو شخصيتنا الرئيسة أصموديوس، وهو خاص بالرغبة والشهوة والمتعة والنشوة والتحرر والجنس. والشيطان رقم 4 بعلزبول، أو يطلق عليه بالبعل، وهو خاص بالشراهة. الشيطان رقم 5 وهو شيطان الغضب، وهو خاص بإثارة غضب نفس الإنسان. الشيطان رقم 6 وهو الحوت، أو يلقب بالويثان، وخاص بالحسد. الشيطان السابع والأخير لعنة الله عليه بفليجور، أو لنقول الزهور، أو خاص بالحظ والغرور والكسل. وقد ذكر أصمودوس في كل التشريعات الثلاثة، في النصرانية واليهودية والإسلام. أما في الإسلام فقد ذكر في الفولكلور الإسلامي، يعني في القصص الإسلامية، على أن أصمودوس عصى سيدنا سليمان وكان من الشياطين المردة، فحوله سيدنا سليمان إلى صخرة، وقد أطلق على اسمه الصخر. أما في العقيدة اليهودية فقد ذكر أصمودوس في كتابهم المحرف في سفر الملوك الثاني في الإصحاح 17-30، ذكر باسم أشيما، وكان إلها مزيفا، وكان أهل بابل يعبدونه لأنه من الشياطين الذين علموهم السحر، هو وهاروت وماروت. أما في اللغة العبرية فينطق اسمه أشماداي. وذكر أيضا في كتابهم الثاني التلمود بأن أصموديوس، أو لنقل أشماداي كما ذكر عندهم، بأنه شخصية ودودة ومحببة ولديها حس الدعابة، ولكن لديه رغبة جنسية كبيرة اتجاه النساء. وسوف أقص لكم قصة يعني أستحي من أن أذكرها، ولكن أستغفر الله يا رب، والله ما ذكرتها لأنال من رسولك أو سيدنا داود، إنما لأستدل بها فقط فيما يحدث. بأن أصموديوس أو أشماداي أنه أغوى زوجة سيدنا داود قبل أن يتزوجها بأن تستحم، يعني خارج القصر، ويخرج سيدنا داود من شرفته ويراها ويفعل بها الفاحشة. أعوذ بالله من هذه الصفة. وذكر أيضا بأن سيدنا سليمان يعني كان مخادعا وخادع أصموديوس ليستعين به في بناء المعبد المقدس عند اليهود. أما في العقيدة النصرانية فقد ذكر هذا الشيطان أصموديوس في سفر طوبية في الإصحاح 6-13 بأنه من أسوأ الشياطين، وكان عدوا لدودا لسارة أخت راكيل، والتي ذبح لها 7 أزواج عقدوا عليها. وعندما كبر طوبية وأراد أن يتزوج من سارة، أراد أيضا أن يذبحه ويقتله، ولكن طوبية كان محصنا بفضل مشورة ملاكه رافائيل، وجاء فيه هذا القول: أما الآن فاستعدوا لنذهب ونفسر كلمات الأغنية. وقبل أن نذهب أوصيكم بشيء: استعيذوا بالله من الشيطان الرجيم، وحصنوا أنفسكم، لأن هذه الأغنية لم يكتبها ديدين إطلاقا، بل كتبها الشيطان بنفسه. تفضلوا. مصدوم في عرش الليل يتزعزع كبيرها، مصدوم في عرش الليل يتزعزع كبيرها. هذا ما أخبرنا به الرسول عليه الصلاة والسلام، أنه إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر. ويقصد بالكبير في هذه الأغنية أن الشيطان الأكبر هو الذي يخرج في هذا الوقت. نحفي فيك السبعة ونقلب طينها، نحلف لك عالتالتة انت طيح في سوقي كبتة، هنا نجبد لك الكبتة والكلبة والكاتبة. نحفي فيك السبعة ونقلب طينها، هو يقصد بها الخطايا السبع المميتة كما ذكرنا في السابق. كل شيطان يصفه بصفة، يعني كل شيطان عنده صفة. أما يقصد بطينها وهو بنو آدم، لنقل خلق من طين، هذا ما يقصد. نحلف لك بالثالثة، وهي الكتب الثلاثة المتعلقة بالسحر، وهي الزهوار والكابالا والتلمود. نجبد لك الكبتة والكلبة والكتبة. ماذا يقصد بها؟ الكبتة وهي الرغبة الجنسية، أما الكالبة وهي شهوة المرأة، أما الكاتبة وهي كتب السحرة في الليالي للطلاسيم هي والشياطين. البحر ويهيج بصوتنا، السلطان وحاكم الساس، مول التاج مول الفانوس ما يتقاس، ريشة ميزان من الحجاز محمي من عنده سيدنا نساب. البحر ويهيج بصوتنا، هذا ما ثبت في كتب الإسلام بأن الشياطين عرشها في البحر. السلطان وحاكم الساس مول التاج مول الفانوس ما ينقاس، وهو يقصد به الشيطان، لأن الشيطان يضع تاج على رأسه. وأيضا يعني يكرم الشياطين عندما تغوي الإنسان بأن يفعل معصية بالشرك بالله أو يطلق زوجته، فيضع له الشيطان تاج على رأسه ويقول له أنت مثل ما أخبرنا الرسول عليه السلام. مول الفانوس ما ينقاس، ومول الفانوس وهو فانوس، عندما يعني ظهر في كثير من الأفلام أن شخصا يعني يحك فانوس فيظهر الجن، وهو الفانوس يعني أنه الجن الذي يكرمه الشيطان. ريشة ميزان من الحجاز محمي من عنده سيدنا نسابة من الغمار، معارف الشمس خاتمة.
ريشة ميزان من الحجاز محمي من عند سيدنا. أما الريشة فيقصد بها السيالة، لأن قديما كانوا يكتبون بالريشة. أما الميزان فلا يقصد به ميزان العدل، إنما الرسائل الأربعة التي أضيفت إلى كتاب شمس المعارف، لأنه ذكر بأن نصف الكتاب يعني كتب في الحجاز. ميزان الحجاز محمي من عند سيدنا. شكون سيدهم؟ وهو الشيطان بنفسه، لأن الشياطين يعني تجبر السحرة على قراءة كتاب شمس المعارف، وكل السحرة يعني خاتمون لهذا الكتاب. السبا ملغمة، معارف الشمس خاتمة، هذا يقصد بها الملغمات، وهي يعني كما نقولوا الطلاسم والعقد السحر. أما يعني معارف الشمس خاتمة، وهو بالمقلوب يعني شمس المعارف خاتمة، كما قلت لكم بأن السحرة كلهم يختمون كتاب شمس المعارف. هنا ذكر صراحة شمس المعارف. مدينة مقسمة كوينة مظلمة، واحد يعسكي تعلي واحد يفكي بالعمى. مدينة مقسمة كوينة مظلمة، واحد يعس كي تعلي وواحد يفتي بالعمى. أما المدينة التي يقصد بها أنها مقسمة هي مدينة بابل، وكان التقسم بين السحرة، النصف يتعلم على هاروت والنصف يتعلم على ماروت. أما الكوينة مظلمة فهو يقصد بها المغارة التي ذكرت في كتاب تلمود، وذكرت أيضا في كتاب أنتي خريستوس بأن الشيطان كان لديه مغارة في أطراف بابل، كان يعلم أصحاب الطموح الكبير السحر الأسود، وأول من تعلم في تلك المغارة هو النمرود، وذكر في هذه الأغنية، ولكن يعني ما حبيتش أنا نذكرها. أما الذي يعس كي تعلي وهو الشياطين عندما تسترق السمع، وهذا مذكور في كتب الإسلام، عندما تسترق السمع تبقى تعس في الملائكة وباش تسترق منها السمع. ولكن الذي يفتي بالعمى وهو الدجال، الذي يقول للناس أنك سوف يجرى لك كذا وكذا وسوف تحصل لك كذا وكذا، وهذا هو الأمر. خوتي لباسات مسجونة في السكات، حسن وكيات حسن خوتي اللباسات مسجونة في السكات والحزان والكيات. شكون هذو خوتو؟ عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: إن في البحر شياطين مسجونات أوثقها سيدنا سليمان، تكاد تخرج على الناس فتتلو عليهم قرآنا. حضارة تمسات وش من فتوحات كلش كذوبات والو. حضارة تمسات وش من فتوحات كلش كذوبات، يقصد بحضارة بأنه القائد الأعلى وهو الجنرال، وهو يعني قائد المسلمين الأول اللي هو رسولكم عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد، بأن فتوحاتك كلش كذوبات يعني هي مجرد جرائم. بلاد العجب نجيك صاير، حرس الريم بالمناظر قاصد الحريم بالمشاور. بلاد العجب نجيك زاير، حراز الريم بالمناظر قاصد الحرير بالمشاور. هنا يقصد أنه بلاد العجب نجيك زاير وهي الجزائر. مذكور احنا بكري يقول لك بلاد العجب وراحت شغل الهضره، ويقول لك حراز الريم بالمناظر، يعني حراز وهو الدجال، وهو نفسه هذا الشيطان اللي اسمه أصمودوس. راك فاهم؟ اللي عندنا احنا اغنيه قديمه تاع حراز تاع الشيخ سميه لي الزاهي، يعني عاودها اغنيه قديمه عند المراركه، وهو الحراز وهو الدجال. يعني حراز الريم وهو عينين المرأة مقصودين بها، وهذا جاء في كتب الشعراء، يعني حتى الغزال يعني كما نقولوا شبهت بالمرأة الجميلة. وهنايا وش راهو قاصد؟ هو قاصد الحرير بالمشاور، الحرير، وكما جاء في يعني كما نقولوا في احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بان الحرير يعني كما نقولوا حرم على الرجال من امتي ولكن احل للنساء، لذلك الحرير يعني كما نقولوا عنده علاقه بالمراه. واعوذ بالله من خياتي بان ينالك منكم هذا الشيطان لانه قاصدكم. هذه الغنيه ما جاش من فراغ. والمشاور وهما يطلق عليه يعني خصله الشعر لما تكون كما هذه، وحده منا. هوسنا فوق سحب الغابة، عالم في أرض سافلين في الهوس، وهو أقصى درجات يعني الشهوة والمتعة والمعصية، هذا هو الهوس. وهذا الشيطان أصمودوس هو متعلق بالشهوة كما ذكرناه يعني في المقدمة. أما عالم أرض السافلين وهو الشيطان بنفسه، لأن أرض السافلين ذكرت، وهنالك كتاب مسمى بأرض السافلين، وحتى أن هذه الكلمات جاءت في كتاب السحر اللي هو التلمود وفي شمس المعارف، بأن أرض السافلين وهي أرض الانحطاط، أرض يعني كما نقولوا المعصية، كل شيء لا يرضاه الله. خوتي سمحوا لي بزاف ما نقدرش نزيد نكمل الأغنية لأن فيها أمور لا حول ولا قوة إلا بالله. كاش نهار ندير بث مباشر ونسمعها لكم بهذه التقنية يعني البطيئة وبدون موسيقى ونكملها لكم حتى الآخر، ولكن أترككم بأن تسمعوا أن هذا الشخص ماسوني. تبعوا واش قال في الأخير تاع الأغنية ونشوفوا الترجمة. ميسن. شاهدوا ماذا قال، سوف نكتبها، يلا نسمعها. Mason. 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 شاهدوا ماذا قال. ميسن. شاهدوا ماذا قلنا. Mason. شاهدوا ماذا قال.
ميسن. ماذا قالت؟ Mason.